لو ناوي تركب بانيو في حمام شقتك ركز معايا عشان اختيارك ده هيحدد اذا كنت هتعيش مرتاح ولا هتغرق كل شويه. في نوعين بانيو بيتركبوا في اغلب الشقق: بانيو مباني بيتبني حواليه بالطوب وبيتلزق عليه السيراميك وبيندمج مع الحمام كانه جزء من الحوائط او الارضيات. وبانيو الشاسيه بيجي جاهز على قاعده وشاسيه معدن وبيركب بعد السيراميك وبيتثبت بمسامير وفشر في الحيطه. بانيو المباني بيكون متين جدا وعمره طويل وبيتحمل الاوزان التقيله خصوصا لو من المعدن، بس صيانته صعبة لو حصل مشكلة في الصرف. ولو العزل مش معمول صح هيبوظ الدنيا تسريب وساعتها لازم تكسر الحمام. مميزات بانيو الشاسيه: سهل وسريع في التركيب وتقدر تنقله من مكانه وتفكه بسهولة، ولو حصل عطلة او الصرف اتسد تقدر برضه تصينه بسهولة. مشكلته انه وزنه خفيف وممكن يبقى مهزوز لو ما اتثبتش صح، وان الشاسيه المعدن بيتأكسد ويصدي مع الوقت لو مش محمي كويس. بس مهما اخترت بانيو شاسيه او مباني اهم حاجة ان العزل يكون مظبوط، وان مواسير الصرف لازم يكون فيها ميول مناسب عشان المية ما تجمعش. ولازم تجرب الصرف وتختبره كويس قبل ما البانيو يتقفل.